وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. يلا بقى النهاردة فيديو تحفيزي جدا ومشجع جدا جدا. هننضف البيت كله مع بعض، فيديو حماسي من الدرجة الاولى. يلا كده قومي معايا، ولو انتي اول مرة تشوفي قناتي انا سوسو ودي قناتي، اتمنى حبيبتي تنوريني بالاشتراك لو انتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك، جزاك الله خيرا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ هنصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اول حاجه بدات بيها هنضف الاوضه كده مع بعض. بدات ان انا اشيل فرش الكنب وهنفض الكنب كده تنفيض سريع قبل ما نفرشه كده مع بعض. زي ما انتم شايفين بدات كده يومي بكل نشاط وحماس عشان نخلص كل اللي ورانا بدري. خلاص نفضت كده وشيلت الفرش زي ما انتم شايفين، وجبت المكنسه بتاعتي وهبدا ان انا اكنس الارض. تمام، هكنسها ايه كده كويس زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده زي ما انتم شايفين كده ايه، خلصت الأوضة كده. خلاص كده انا ايه هلم ده كله، وبعد كده هبدأ ان انا اجيب فرش الكنب وهبدأ ان انا افرشه زي ما انتم شايفين. طبعا هبدأ كده ايه اظبطه من كل الاتجاهات. لما ايه الدنيا كده منظمة معايا. نظبط كده الدنيا واحدة واحدة وكله معانا هيبقى زي الفل دلوقتي. وهتشوفي ازاي الأوضة بقت نظيفة وبقت زي الفل، ما خدتش معانا وقت خالص. فلو انتي كسلانة او زهقانة كده لا قومي ويلا وتشجعي معايا. فيديو النهاردة مشجع جدا جدا. خلاص خلصت كده الكنبة وحطيت المخدات. ندخل بقى على الكنبة التانية زي ما انتم شايفين كده. نفس الكلام طبعا اللي عملته في الكنبة الأولانية هعمله في الكنبة التانية على طول. لسه يا بنات كنا عاملين الفيديو اللي فات، لو مشفتيهوش روحي شوفيه. مشتريات الشهر نظمناها كده مع بعض من غير ما نشتري اي منظمات خالص، حاجات كده من البيت. نظمنا فيها كل المشتريات بتاعة الشهر وظبطنا كل الدنيا مع بعض، فعشان نوفر فلوسنا وما نشتريش اي منظمات غالية خالص. فانتي لو مشفتيش الفيديو روحي شوفيه هيعجبك جدا. وكمان لو انتي من الناس اللي بتحب الحلويات ففي الفيديو عاملة طريقة عمل البسبوسة بطريقة حلوة جدا هتعجبك. فيلا خلصي الفيديو ده ومتنسوش تعملي لايك وتشتركي لو انتي اول مرة تشوفيني، وتشيري كده ايه القناة في كل حتة. تخلصي الفيديو ده على طول وتروحي تشوفي الفيديو بتاع المشتريات. خلاص كده زي ما انتم شايفين
الدنيا راقت وخلصت الأوضة ونظمتها كده وخليتها تحفة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض وهنقضي يومنا ازاي. خلاص كده يلا ندخل كده على الصالة. زي ما شايفين برضو هبدأ ان انا اشيل كل المخدات كده اللي على الكنبة دي، برضو هنفضهم كده تنفيذة سريعة. وهنفض الكنبة كده كويس. عشان هنفرشها ايه برضو مع بعض دلوقتي. تمام. وبرضو هشيل فرش السرير. وبرضو هنفض السرير تنفيضة كده حلوة. زي ما انتم شايفين كده ايه بننفض كويس عشان نبدأ ان احنا نفرش مع بعض كده على نظافة. تمام. وبرضو حتى ايه نفضت برضو الغسالة كده. هبدأ كده اول حاجة ان انا افرش الكنبة كده. تمام. هظبط كده الدنيا برضو زي ما انتم شايفين. تمام. وبعد كده على طول هبدأ ان انا ايه احط برضو ايه المخدات بتاعة الكنبة كده. تمام. خلاص كده اخر حاجة. خلاص كده حطيت المخدات وكده خلصت. يلا بقى بينا ندخل على السرير. هبدأ كده ايه ان انا افرش السرير. زي ما انتم شايفين كده وهبدأ ان انا اظبطه كده. فيلا كده قومي وتشجعي معايا. لو وراكي اي حاجة عايزة تعمليها يلا كده شغليني معاكي ونعملها كده مع بعض. لو في سرير عايز يتشيل الفرش بتاعه قومي كده وشيلي الفرش وظبطي دنيتك. خلاص كده انا خلصت هنا السرير وفرشته زي ما انتم شايفين. وعلى طول حطيت المخدة. فهبدأ كده ايه اجيب المكنسة بتاعتي نكنس الارض كده مع بعض. عشان كده ايه الصالة تبقى نطفت. وزي ما انتم شايفين مخدتش معايا وقت خالص وكل حاجة بتبقى زي الفل. وادي الشكل النهائي للمكان.
وزي ما شايفين الصالة بقت تحفة والأرض نظيفة. خلاص يلا بينا ندخل كده على المطبخ، نخلص شوية المواعين اللي ورانا في الحوض. هما شوية صغيرين هنغسلهم مع بعض ونتشجع. فأول حاجة بدأت بيها الكوبايات كده ان انا اغسلها. خلاص كده غسلتهم كلهم الكوبايات، فهبدأ ان انا اشطفهم. تمام، نخلص حاجة حاجة ونشطفها كده عشان نحس ان الدنيا راقت معانا. زي ما قلت لكم هما كانوا شوية صغيرين، بس حبيت كده ان انا اغسلهم معاكم عشان نتشجع مع بعض ونشجع بعضينا. ان انت لو وراكي شوية مواعين برضو قومي كده اغسليهم. هستناكم بقى في الكومنتات تكتبولي رأيكم في فيديو النهاردة عجبكم ولا وهستنى لايكاتكم كتير، عايزة لايكات كتير قوي قوي يا بنات، وكومنتاتكم الجميلة اللي بتفرح قلبي دايما وبتسعدني. خلاص كده اخر حاجة هغسلها كده الطاوة كده، وبعد كده على طول هغسل كده المعالق. خلاص خلصت، هبدأ ان انا اشطف على طول. تمام، وهركن طبعا عشان يتصفى كده على جنب كده. على الرخامة كده اسيبهم ان هما يتصفوا. خلاص كده قربت اخلص زي ما انتوا شايفين، مهدوش معايا وقت خالص في الانجاز كده خلصناهم قضينا مع بعض. خلاص كده خلصت، اخر حاجة هغسلها الحوض. وطبعا الحنفية طبعا لازم تغسليها معاكي برضو عشان تفضل دايما نظيفة. هبدأ كده ان انا اشطف الحوض من الصابون. خلاص كده انا خلصت. تعالوا اوريكم شكل المطبخ عامل ازاي. بصوا الدنيا راقت وبقت زي الفل، وبكده اكون خلصت يومي معاكم. يا رب يكون شجعكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع الف سلامة.